والصفقات المميزه اللي بتتم في الساعات الاخيره، ولاقت يعني اهتمام كبير جدا من كل الاوساط الرياضيه. مدى تاثيرها وقوه الدفع اللي ممكن تتم مع الكتيبه اللي موجوده من النجوم اللي موجوده في الفرقه، لان برضه الفريق على فكره يا جماعه 4 سنين متتاليه بيلعب، او 5 سنين متتاليه بيلعب نهائي دوري الابطال، طبعا 5 سنين 4 بطولات، فانت بتعمل اضافات على الكتيبه المميزه مظبوط من نجوم النادي الاهلي. ولكن الشكل ده بقى وانت رايح للكوارتر فاينل، يا الترجي يا الجيش الملكي يا الهلال، اضافات اعتقد بتعلي الكفه شويه. بص يا استاذ محمد، هي اضافات، لكن انا ما كنتش خايف على النادي الاهلي لو كان كامل العدد. يعني بغض النظر الصفقات مهمه وتدعيمات مهمه جدا جدا، لكن اقسم بالله لو النادي الاهلي كان كامل ما كنتش هبقى قلقان على النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. قصدك يعني مع اللعيبه اللي مشيت او الاصابات اللي لا موجوده؟ يعني لو داري موجود، لو يحيى عطية الله سليم، علي معلول ما كانش اصيب الاصابه دي، البعض اللعيبه الثقيله، محمد طاهر في عز تالقه. يعني انا كنت شايف ان اللعيبه دي لو النادي الاهلي كان وسام ابو علي، يعني وسام واضح جدا في ماتش فاركو، ماتش بيراميدز، ماتش اورلاندو براتس غيابه وكان مؤثر ازاي. انا كنت شايف ان النادي الاهلي لو كان لا قدر الله الاصابات ما كانتش اتعرض ليها اللعيبه دي، انا ما كنتش بقلقان على النادي الاهلي خالص. لكن دلوقتي طبعا خلاص، احنا دلوقتي بنتكلم على تدعيمات. يعني انت حضرتك لو النهارده شفت، يمكن في بعض من جماهير النادي الاهلي النهارده عامله تشكيل النادي الاهلي في كل مركز، فبتلاقي يقول لك حاطين رسمه الملعب، شوف رسمه الملعب على مستوى. يعني شوف ده حتى بحراسه المرمى كاتبين الشناوي، شوبير، حمزه علاء، وبعد كده او مصطفى مخلوف. الباك رايت كاتبين محمد هاني، اكرم توفيق، عمر كمال عبد الواحد. الشمال يحيى عطية الله، ده حتى حاطين علي معلول نفسه يعني وحاطين كريم الدبيس، حاطين في الوسط اسماء كتيره جدا، حاطين في الهجوم لكل لاعب ليه بديل. فدي حاجه كنا محتاجينها. احنا الفتره اللي فاتت دي يمكن مباراه بيراميدز دي المباراه الوحيده اللي النادي الاهلي يعني من المرات القليله جدا جدا النادي الاهلي على الدكه بتاعته ما كانش فيه بدائل، يعني ما كانش فيه غير قفشه، ما كانش فيه غير قفشه تقريبا، بس من الناس اللي احنا متعودين عليها اللي هو لاعب يصنع الفرق ما كانش فيه غير قفشه، وده كان امر محزن جدا يعني.